السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا وسهلا بكم في قناتي مطبخ رشا الخولي. طبعا الشكل العام كده اتعرف احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل تفريز الثوم، وازاي نربط الثوم بالشكل ده كده اهو. ماشي، بس قبل ما نبدأ الفيديو اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كله عشان يوصلكم كل اشعاراتنا الجديدة. ونبدأ ونقول بسم الله. يا بنات انا كده نقيت دول كده، حاولت ان انا انقيهم قد بعض عشان نعمل مع بعض الربطه الحلوه دي. ماشي، بس عايزه اقول لكم حاجه على الثوم. لما تيجوا تنقوا الثوم او تشتروه حاولوا تجيبوا الثوم اللي فيه طينه، ماشي، لان ده بيعيش اكبر وقت ممكن. ماشي، نقول كده بسم الله. نقي اتنين كده قد بعض عشان يبقى شكلهم متناسق. دول كده تمام. ماشي، حطهم كده جنب بعض، دي اول حاجه. نروح جايبين واحده تانية حاطينها كده. ماشي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ونروح لافين دي كده فيها، ونروح جايبينها من فوق ونازلين بالشكل ده كده. بس نحاول يعني ايه ايدينا تبقى شديده معاها شويه. يمكن انا ايدي مش شديده شويه، بس انتوا حاولوا ايه قدر الامكان تشدوها كده عشان تبقى ناشفه معانا اهي. ماشي، نروح جايبين راس تانية نحطها الجنب التاني ونعمل نفس العمليه اهي. اهي كده بهذا الشكل الجميل. ماشي، جايبين واحده تانية. طول ما انتوا ماشيين تبقوا حاولوا ان انتوا تمسكوا ايه العراش بتاعتها كويس وتشدوا عليها. ماشي اهو، هنحطها هنا كده. احاول اشد ايدي عليها شويه. ماشي، نجيب راس كمان نحطها الجنب التاني اهو، ونلفها على الراس كده وننزل بيها. ماشي، ماشي معاكم واحده واحده اهو بايدي كده اهي. طبعا انا مش بفضل ان انا افرز الثوم كله، انا بعمل نص تفريز ونص ربط كده بالشكل ده، عشان لو حبيت مثلا اعمل اي حاجه كده بثوم فريش يبقى انا عندي. الثوم مفيد قوي قوي قوي، وخصوصا لو خدناه على الريق. ماشي، ناخد راس كمان الجنب التاني، ومش هيبهدل لنا الدنيا بقى في البلكونه. ماشي، هتقدروا تسحبوا الراس، مش هينزل معاها 5، هينزل هي بس الراس. كل واحده كده محتفظه بنفسها وبقيمتها اهو. حاولوا تشدوا ايديكوا قوي يا بنات وانتوا بتعملوها. ماشي اهو، ناخد راس كمان نلفها كده. نشيل دول كده من هنا خالص اهو. انت بمزاجك بقى تطوليها وتقصريها اهو. اهو العرش بتاعها عليه على طول. ونشد كده من تحت كده ونحاول نمسكهم كويس.
هي بتعمل كده. حاولوا تشدوا ايديكم قوي كده، انا مش عارفه بصراحه اشدها جامد، يعني بنحاول. ماشي، قربت اهي. ماشي، هيجي بقى من هنا كده الشراشيب اللي طالعه دي بقى هعتبرها ايه، شعر بنوته مثلا. هنمسكها كده نعملها تلات تقسيمات وهضفرها اهو. عشان المنظر العام هنا كده، بعد ما اكون ضفرتها كده بالشكل ده، بجيب الدباره دي. ماشي، ببقى جايبها للثوم مخصوص، وباجي بقى من هنا كده واروح ايه ربطها. ماشي، هحاول اربطها كويس عشان هي دي اللي هيتعلق منها اهو، بنفس الشكل ده كده. واجي من هنا كده واروح معلقه. ماشي، الثوم دايما تعلقوه في مكان بارد يكون رطب. ماشي اهو، عشان يعيش اكتر وقت ممكن. بقى كميه الثوم اللي انا هفرزها. ماشي، ناخد بقى راس كده. ماشي، وهاجي من هنا كده واقصها ما بين الراس والحته اللي هقصها يا دوب شويه دول كده. ماشي، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. ونروح جايين قاصين كده، وقاصين برضو من هنا. ماشي، وهمسك دي كده بقى وهخلع الورق الناشف اللي عليها ده. كده. ماشي، بيبقى فيه طبعا هنا عصايه كده ناشفه. ماشي، هي عندي هنا اللي هي دي، بس طبعا انا جايبه الثوم لسه اخضر، فهي عندي ما نشفتش، هي طريه اهي، اقدر اقطعها بايدي كمان اهي. ده اللي هو بيبقى العمود. لو انتوا جبتوا الثوم وطلعت الحته دي العمود ده ناشف، ما تحطوهوش عشان ما يبوظش ايه السلاح بتاع الكبه. ماشي، بس هو عندي انا طريه ميه. ماشي، ده طبق كده بقى انا هحط فيه ده. ماشي، ونمسك الراس نشيل كل اللي عليه ده، كل الورق ده كده لحد ما تظهر الايه الفصوص بتاعتنا. ماشي، الفصوص بقى بدأت تظهر اهي. طبعا مش هقشرها اهي، احطها هنا كده لوحديها اهو. شوف كل الورق اللي من فوق بس اهي اهو. طبعا هفرزه بقشره لان اساسا قشره عامل زي الميه اهو، ملحقش ينشف. ماشي، واجي الحته دي كده من هنا اقطعها كده زي ما بعمل البصله اهو، بنفس الشكل ده كده. ماشي، في هنا جزء لسه اهو اهو. ماشي، نعمل راس كمان، الجزء اللي انا قلت لكم عليه اهو كده، ونقطع عليه كده عشان نقص.
اهو. واجي بقى فاتحه كده للاخر اشوف العمود اللي انا بقول لكم عليه اهو. العمود اهو، هو تايه في وسطيهم من كتر ما هو ميه اهو اهو. ماشي، وهقشر دي برضو. ماشي، وهحط الحته اللي طلعت دي. ماشي، وهكمل بقى بقيه الكميه بنفس الشكل ده عشان ما اطولش الفيديو ايه عليكم. خلصت كميه التوم اهو، عملته بالشكل ده كده اهو. ماشي، وده الاخضر بتاعه حطيت معاه فلفل وهنضربه برضه. بس دلوقتي هنعمل التوم الابيض. ماشي، نذهب بقى الى الكبه. ايه، نحط التوم كده شويه حلوين. ماشي، ماشي، وهحط على دولة معلقة ملح. ماشي، بالشكل ده كده معلقة ملح عشان تخلي اللون بتاعه ابيض والرونق بتاعه زي ما هو. ماشي، ونص معلقة سكر. ليه السكر؟ عشان السكر ده انا معتبراه كده مادة حافظة، هو اللي هيحافظ لي عليه. ماشي، يبقى الملح عشان يبيضه ويخلي ايه الرونق بتاعه زي ما هو، والسكر عشان يحافظ لي عليه. نبدأ بقى نضرب كده ونقول بسم الله. كويس. ماشي، وهركنهم كده ثواني. ونجيب بقى الطبق اللي هو فيه الثوم الاخضر اللي هو العيدان ده، وانا حاطه معاهم كام فص كده ثوم ومعاهم فلفل. ماشي، وهنحط برضو فيهم شويه ملح وهنضربهم. ماشي، بس طبعا ده مش هحط فيه سكر لاني هحطه ايه في التلاجة. اشتغلي بقى، خليكي بنت حلال كده. ده هو الاخضر، وكان عندي قرنين فلفل احمر حطيتهم كمان عليه. ماشي، شوف شكله عامل ازاي ما شاء الله. ماشي، نركنه بقى كده. وادي الابيض اهو معانا بقى اللي احنا هنفرزه. نجيب اكياس بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الثوم بقى عشان يعيش معاكي في الفريزر كويس، تطلعي كيس تاخدي منه الحته وتروحي حاطاه، ما تستنيش لما الطبخه تخلص وترجعي تحطيه. لا، انت تطلعيه تكسري منه الحته وبعد كده ترجعيه مكانه عشان يفضل معاكي زي ما انت حطاه. ماشي، نخليه بقى كده رقيق عشان ما نيجي نكسرها ايه نعرف نكسرها بسهوله. ماشي، طبعا هنطلع كل الهواء كده. اهو، كده حاولوا تعملوها رقيقه
ماشي نعمل كده. طبعا الهواء طلع اهو، نعمل الكيس كده اهو كده اهو. ماشي هعمل الباقي بقى بنفس الشكل ده كده. كيستهم اهو بالشكل ده كده ماشي. ودول كده اللي هو الثوم الاخضر، انا حاطه فيه طبعا الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر ماشي. وعملت كده منهم كيسين اشيلهم ماشي. طبعا كل الناس بتشتكي ان الثوم لما بيتشال بالطريقه دي بيطلع ريحه. هو طبعا لو اتحط في الفريزر بنفس الطريقه دي كده فعلا هيطلع ريحه، والريحه مش هتروح، يمكن عشان تروح هتاخد لها سنه ماشي. احنا بعد ما بنعبيه كده نجيب علب كده بتاع فريزر زي دي ونبتدي نحط فيها اهو بنفس الشكل ده كده اهو ماشي زي كده. ونروح ايه قافلين. من المستحيل انها تطلع ريحه ولا كانك حاطه اصلا توم في الفريزر اهو بنفس الشكل ده كده ماشي. لازم العلب دي مهمه قوي، هتبقى محكومه، لا هتطلع ريحه ولا هيجرى لها حاجه، وهتفضل مكمله معاكي للاخر تمام. هناخد دول بقى كده، دول بقى انا هحطهم في التلاجة ماشي. طبعا عشان احفظهم شويه كده في التلاجة حلوين، هنحط لهم ايه زيت، هنلفلفهم بزيت ماشي. اي نوع زيت بس المهم يبقى عباد ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده كده لفلفناهم اهو كده بالزيت. وهحطهم بقى ببرطمان وهوريكم اهو. انا عبيته كده اهو ماشي بالشكل ده ماشي. هحط بقى على وشه ايه شويه زيت كده صغيرين. بسم الله اهو كده. كل ما نيجي نسحب منه نروح مظبطينه كده ومسويينه وحاطين ايه نقطتين زيت كده على الوش عشان بس ما يعملش ايه الغشاء اللي بيبقى على الوش ده تمام كده. قطعه كده من الاسترتش نروح بقى حاطينها كده عليه، نروح قاطعين ماشي اهو. احنا كده عملنا تفريز الثوم، وعملنا الثوم الاخضر، وعملنا الثوم الربط بالشكل الضفيره الحلو ده. يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله، تعملوا لنا عليه لايكات كتير، وعايزه منكم دعوه حلوه. واوعوا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد منا باذن الله.